هو أمير كرارة ما بقاش حيلته إلا البدلة الميري في الأعمال. أصله قبل البدلة دي كان في حتة، والبدلة دي في الأعمال ودته لحتة تانية خالص. لايكك الجميل يا صديقي، وتعال أقول لك البدلة الميري اللي لابسها أمير كرارة 24 ساعة في أعماله عملت فيه إيه؟ أحكي لك. مش ملاحظ ان انت عملت ظابط كتير؟ الناس هتتفرج عليها من دور ظابط، الناس هتزهق منه. قبل بدلته الميري ودور الظابط، أمير كرارة ما كانش بينجح له حاجة قوي، يا دوب هو مسلسل حواري بوخارست. وده ما كانش بسببه 100%، ده كان بسبب الكتابة الكويسة قوي، وبسبب الناس اللي شاركوه في المسلسل، اللي كان بالنسبة لي على رأسهم هو الفنان أحمد فتحي، اللي عمل دور بلبل في المسلسل، اللي يعتبر أفضل دور لأحمد فتحي في حياته بالنسبة لي لحد النهاردة. يا ابني اسمع بس، ده انا هجوز بنت عمك لشيطه غصبا عن عين اخوها، مش هجوزك انت وافرح بيك. باقي أعماله بقى كانت من يدوب للنص لبة. عندك مثلا مسلسل الطبال أو ألف ليلة وليلة أو أنا عشقت، لحد ما بيروح للبدلة الميري، وأقوى عمل ليه اللي تقريبا ما نجحلوش زي لحد النهاردة وهو مسلسل كلبش. ستات بقت فرافير، اول ما الدكتور يقول لها انت حامل تقعد تصلي لك على الكرسي ومش طايقه نفسها وزن وقرف ليل نهار. دور الضابط كان راكب على أمير كرارة بشكل لا يعقل، وشخصية سليم الأنصاري أصبحت واحدة من أهم الشخصيات اللي اتقدمت في الأعمال البوليسية المصرية. وصل بيهم الأمر إنهم يعملوا جزء واثنين وثلاثة، وما بينهم يعمل أمير كرارة شخصية الضابط في الأربعينات وما قبلها، زي ما حصل في فيلم حرب كرموز. الله يسد النبي، عشان خاطر مجيتك ممكن تبلغ الجنرال ادم يوسف المصري بيقول لك يقدر يستلم ابن اخته في اي وقت. وتيجي سنة 2020 ويسيب بدلة الشرطة ويروح رايح لابس بدلة الجيش، ويعمل مسلسل هو الأهم في سلسلته، وهو مسلسل الاختيار واحد، ويكمل كضيف شرف في باقي أجزاء مسلسل الاختيار. وكان لما يبعد عن فكرة البدلة الميري كان يعكه بالجامد، زي مثلا مسلسل نسل الأغراب اللي لبسه هو والسقا حرفيا. انت اللي قلت نجيبه طار سليم، ده طار سليم، ده طار سليم، وبرضه زي مسلسل سوق الكانتو اللي فشل بشكل عجيب، ومحدش اهتم انه يتفرج عليه اصلا. تقريبا في 5 في مصر لموا بعض واتفرجوا على المسلسل ده. فيقرر يرجع من تاني ويعمل الاعمال البوليسيه والحربيه في التلفزيون، زي مثلا مسلسل العائدون او مثلا مسلسل راس الافعى. الحرب اللي جايه دي هتبقى حرب على الجيل الجديد، الشباب الصغير اللي ما وعاش عليهم ولا على جرايمهم. المشكلة هنا مع أمير مش بس إنه ماسك في دور الضابط وما بيسيبوش، المشكلة إن الجمهور لا بقى فارق معاه فكرة الضابط مع أمير كرارة ولا فارق اللي بيقدمه، لأن بجد الناس زهقت من الأعمال دي. ولما كرارة بيقرر يبعد عن البدلة الميري بيروح يعمل أفلام هندي زي مثلا فيلم البعبع، أو يعمل أفلام ضعيفة قوي زي فيلم الشاطر. قولي يا اختي، قولي وطلعي اللي جواكي، ما تكتبيش في نفسك. اتريق ما ده اللي انت شاطر فيه. لما في وكأن يا صديقي البدلة الميري اللي بيلبسها أمير في أعماله هي مصدر دخله الوحيد، لأنه لما بيبعد عنها بيعمل أعمال ضعيفة قوي، يا بتبين ضعف أدائه في شخصيات مختلفة عن شخصية الضابط. المهم انتوا قولوا رأيكم في موهبة أمير كرارة، وهل فعلا بالنسبة لكم نجح في حاجة مختلفة عن فكرة دور الضابط وسليم الأنصاري؟ مستني رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير، ويا رب تكونوا وصلتوا لحد هنا في الفيديو، ولو وصلتوا قولوا لي أنا وصلت لآخر الفيديو. استني رأيكم في التعليقات، أشوفكم الفيديو الجاي. بتاع ان شاء الله، لا نعرفك ولا تعرفينا ولا انت من بقيه اهلنا، ودلوقتي جاب لنا واحده ما نعرفهاش عشان تقعد تخلي بالها منهم.